أهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من شرح طريقة التسجيل وكيفية تسطيب البرنامج والوصول للمدينة القبطية. احنا كنا وقفنا آخر مرة على إننا خلصنا خلاص التسجيل بنجاح ونزلنا البرنامج. بعد ما بينزل البرنامج على سطح المكتب بيبقى شكل البرنامج كده. بندوس عليه تكتين بالماوس، دبل كليك، علشان تفتح لنا صفحة اللي هنسجل بيها اللي هنسطب بيها البرنامج. بتظهر الصفحة بالشكل دوت. في كانسل وفي نيكست، بندوس نيكست. بعد كده بيقول لك الشروط بتاعة البرنامج. كل ما عليك اللي انت تعمله في المرحلة دي، احنا مش هنقعد نقرا ده كله يعني. هنروح دايسين I accept، وبعد كده بندوس نيكست ونيكست تانية ويس. وكده بيقول لك المسار اللي هيتسطب فيه البرنامج خليه زي ما هو، وبعدين دوس نيكست تانية ونيكست تالتة ونيكست رابعة، وخليه يعمل كرييت على ديسك توب ايقون على سطح المكتب، ودوس نيكست ودوس انستول. انستول كده بيسطب البرنامج على الجهاز. كده هو بيفرش الملفات كلها على الجهاز آه علشان يشتغل السكند لايف. سيبه براحته ومش هنعمل اي حاجة. محدش يدوس كانسل طبعا علشان التسطيب ما يوقفش، سيبه شغال زي ما هو. برنامج الفونكس مميزاته اعلى من مميزات البرنامج الرسمي يعني السكند لايف، واخف على الاقل من برنامج فيور 2 اللي هو السكند لايف بيقول لك حمله. احنا بنلغي تحميل السكند لايف وبنحمل الفونكس دوت لان امكانياته اعلى وفي اوبشن اعلى بكتير، وطبعا اخف بكتير من الفيور 2. البرنامج واجهته سهلة، وهنعرف دلوقتي ازاي نوصل ازاي نسجل دخول عن طريق الاكونت اللي احنا سجلناه من شوية، وازاي نوصل للمدينة القبطية، وازاي نتعامل مع البرنامج عامة. بس طبعا هتلاقوا فيه تقل عندي عشان انا مشغل برنامجين مع بعض، برنامج التصوير وده بياخد بيتقل الجهاز جامد، والسكند لايف برضو بيتقل الجهاز. فكده البرنامجين مش هتحسوا ان انا مش عارف اتحرك خالص. لكن طبعا لو انتوا عندكم هتشغلوا البرنامج لوحده هتلاقوا الحركة طبيعية تمام. اقل متطلبات جهاز عشان البرنامج يشتغل كويس على الجهاز يعني رامات 512 فيما اعلى. يعني 512 هتأدي الغرض، بس هيبقى فيه تول وحركة، الحركة هتبقى صعبة شوية وكده. فيستحسن يعني طبعا تكون اعلى من 512. دوس اجنور. هي مش هتظهر ديت ده عشان انا بس كنت مسطب البرنامج قبل كده. المتطلب التاني اللي يحتاجه الجهاز عشان البرنامج يشتغل كويس كارت شاشة 64 فيما اعلى. المتطلب التالت سرعة نت 512 فيما اعلى. كده البرنامج خلص تسطيب، بندوس على كلمة فينيش. لو لاحظت اللي انت هتلاقي فيه ايقونتين على سطح المكتب. الايقونة الاولى اللي احنا سطبنا منها خلاص دي ملهاش دعوة دلوقتي معانا، بنركنها بعيد خالص او بندخلها جوه الماي كمبيوتر براحتك يعني. الايقونة التانية اللي هي هندخل عن طريقها البرنامج. ان شاء الله الشرح اللي جاي هنعرف ازاي ندخل البرنامج وازاي نوصل للمدينة القبطية. انتظرونا.